حديثنا الآن عن داود عليه السلام. نبي الله داود كان نبي من أنبياء بني إسرائيل، آتاه الله عز وجل الملك والحكمة وآتاه النبوة. قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا، أي أعطاه الله عز وجل وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والجنود ذوي العدد والعدد، جنود عدد كثيرة، وكمان جنود من كل الأصناف، جن وإنس وطير، فجنود معهم عدد كثير، وعدد برضه معهم عدد، يعني زي ما تقول معهم سلاح. يا جبال أوبي معه والطير، أي أعطاه الله عز وجل ومنحه من الصوت العظيم الجميل ما جعل الراسيات الصم الشامخات تسبح معه. تخيل الجبال والطير وكل ذي بيسبحوا مع سيدنا داود من صوته الحسن، كانوا بيقولوا معاه صوته، بيقول لك يعني ما فيش حد زي سيدنا داود في الصوت. المعجزة بتاعته عليه الصلاة والسلام كانت في صوته. طيب، وتقف له الطيور السارحات والعاديات والرائحات وتجاريه بأنواع اللغات تسبيحا لله عز وجل. الطير وهو ماشي من حلاوة صوت داود ما يقدرش يمشي يعدي تاني، لا يرجع يسبح مع سيدنا داود. يبقى رايح في مكان معين أو بيلعب أو رايح كده أو جاي كده، ما يقدرش صوت من كثر حلاوة ومن حسن صوت سيدنا داود الطير يقف ويسبح لجمال صوت سيدنا داود. قال الله عز وجل: وألنا له الحديد. قال غير واحد كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط. سبحان الله، مش ما يحطوش في ولع، وما عرفش يدقوا بمطرقة كده زي الحدادين ما بنشوفهم كده. ده سيدنا داود كان بيشكله كده كأنه خيط. ربنا بيقول لك: وآلنا له الحديد. الحديد في ايد سيدنا داود عامل زي العجين. هنعمل سابغات، اي الدروع اللي بيلبسوها في الحرب وتحطيهم عشان السهام ما تجيش فيهم. هنعمل سابغات. وقدر في السر، اي لا تدق المسمار فيقلق في الحلقه، ولا تغلظه فيفصمها، واجعله بقدر. يعني انت ما تخليش المسمار رفيع تيجي تحطه في الحلقه هيبقى واسع هيروح ويجي، وما تغلظوش عشان ما هيخشش في الحلقه. خليه على قدر بالظبط، على قدر الحلقه عشان يبقى ثابت ومثبت الشيء اللي انت عايز تثبته. واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. بيقول له هو والآل بيت، أي مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكم. روي أن الله عز وجل أوحى إلى داود أن يرتل الزبور ويجوده، وكان الله أعطاه صوتا حسنا. أعطي 70 مزمارا، أي 70 صوتا مختلفا جميعا. يعني أنت بتشوف دلوقتي في التلفزيون، يعني أحيانا بتشوف واحد بيقلد 10-15 شيء، بس على فكرة هو ما يقدرش يجيبهم في كل الآيات. هو بينقي آيات معينة كده يعرف إنه يجيبها، لكن لو قلت له بقى هات لي المصحف كله بصوت السداس مثلا أو بصوت العالم، ما يعرفش يجيب المصحف كله بصوت العالم. لا، سيدنا داود ربنا عطاله 70 صوت، وال70 كلهم حسن. يعني يقدر يجيب 70 صوت، غير كل صوت غير التاني، وكل صوت فيهم جميل. تخيل الجبال نفسها بتسبح معاه من كثر حسن الصوت، والطير والجن كله بيسبح مع داود عليه السلام. 70 صوتا مختلفا جميلا من أحسن ما يكون. وكانت معجزته صلى الله عليه وسلم صوته. وفي يوم بدأ يقرأ فطربت الطيور والجبال
طلبت فاستأذنت الله عز وجل أن تؤود معه، أي أن تردد معه. قالوا ربنا احنا عايزين نردد معاه التسبيح ده. أن تردد مع داود، فأذن الله عز وجل للطيور أن تردد معه. فكان داود إذا بدأ في قراءة الزبور ده عامل زي القرآن كده، كتاب من عند الله عز وجل. إذا بدأ في قراءة الزبور جاءت آلاف الطيور لتردد معه وتسبح معه، فغارت الجبال غارت من الطيور. فقالت يا رب هذا عبدك وهذا كلامك، فأذن لي أن أردد معهم. أنا عايز أسبح كمان مع داود ومع الطيور زي الطيور دي. فأذن الله عز وجل للجبال يا جبال أوبي معه والطير، سبح الله عز وجل مع داود. فرددت الجبال بصوت قوي مجلجل حتى صم أذان داود، فما عاد أن يسمع صوته من قوة صوت الجبال. فرفع يده وقال اللهم أصمت هذه الجبال حتى تسمع مناجاتي. تخيل سيدنا داود فاكر ان ربنا هو قاس ربنا على ميزان البشر وعلى ميزان نفسه هو، مع انه عارف عظمه الله عز وجل. بيقول له سكته، هو مش سامع بيسبح، هو مش سامع صوت نفسه من كتر قوه الجبال انها بتردد معه. فبيقول له ربنا يا رب اصمت هذه الجبال حتى تسمع مناجاتي، عشان تسمع انت صوت. هو فاكر ان ربنا طبعا بيسمع كل الاصوات. لو كنا حتى في السر حتى في السر حتى تسمع مناجاتي لك. اللهم أصمت هذه الجبال حتى تسمع مناجاتي لك. فداود على الفطرة يحسب أن الله تختلط عليه الأصوات، وقد قال الله عن نفسه إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وربما قال أحدهم يعلم ما تكتمون، يعني ماشي يعلم ما تكتمون، لكن يعلم الجهر. أما الجهر كل الناس بتعلم، لو واحد على صوته مثلا. فما الميزة في ذلك؟ فالجهر يعلمه كل مخلوق، وهذا قاصر النظر. فلو أن هناك مظاهرة كل واحد فيهم يهتف جهرا بصوت عال هتاف معين، طب احنا هنعرف كيف؟ اما ناس مليون واحد مجتمعين كل واحد بيقول حاجه شكل، صحيح بيقولوا بصوت عالي، بس بالله عليك انا هعرف ده بيقول ايه وده بيقول ايه؟ الله عز وجل لا بيرد كل صوت لصاحبه، عارف كل واحد قال ايه بالظبط. طيب، فلو ان هناك مظاهره كل واحد فيهم يهتف جهرا بصوت عالي هتاف معين لعلم الله ماذا يقول كل هؤلاء. فلما قال داود اللهم أصمت هذه الجبال حتى تسمع مناجاتي، ربنا بقى عايز يقول سيدنا داود انه بيسمع كل شيء. أرسل الله إليه جبريل يعطيه درسا عن سمع الله جل وعلا. فنزل جبريل فقال يا داود إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تتبعني، أن تعالى معي على وراك. فأخذه إلى جبل ممن يؤوبون معه، جبل ضخم. سيدنا جبريل خدوا الجبل من اللي بيرددوا معاه ويسبحوا معاه. فضربه جبريل فانفلق نصفين، فدخل جبريل وداود إلى قعر الجبل، وقعر الجبل في الأرض 9 أعشار، والعشر فقط فوقها، يعني الجبل أغلبه كان 9 أعشار تحت، وعشر بس هو اللي بارز فوق الأرض. فنزلوا إلى قعر الجبل في ظلمات لا ترى شيئا ولا تسمع شيئا. فقال داود تسمع شيئا يا جبريل؟ قال لا. قال هل تبصر شيئا؟
قال لا. يعني بيقول له أنت شايف حاجة؟ قال له لا. طب سامع حاجة؟ قال له لا. فأنار الله قعر الجبل، وإذا بجبريل يأخذ حجرا من قعر الجبل ويضعه في كف داود. فقال أبصرت هذا الحجر؟ قال نعم. قال له أنت شايف الحجر ده؟ وحطه في إيده وقال له أنت شايف الحجر ده؟ قال داود نعم. ففتته جبريل فأصبح فتاتا، وإذا بذلك الحجر أو بهذا الفتات تخرج منه دودة صغيرة في فمها ورقة خضراء تسبح الله عز وجل. فقال جبريل أبصرت شيئا؟ قال أبصرت دودة. قال له أنت شفت حاجة؟ قال له شفت دودة. فقال أسمعت صوتها؟ قال لا. قال قربها من أذنك. فقربها حتى وضعها على أذنه، فإذا بصوت ضعيف يظهر مرة ويختفي مرة يسبح الله عز وجل. فقال جبريل إن الله يقربك السلام ويقول لك إنه يسمع تسبيح هذه الدودة في قعر هذا الجبل وهو يرزقها كما ترى. انت شايف فوقها اهي، فوقها ورا الشجر ده تحت قعر الجبل. احنا نازلين 9 أعشار تحت الارض، والدوده في قلب الحجر ورازقها بورقه الشجر دي، وسامعها وهي بتسبح تحت كده. يبقى مش وهي تحت الارض مش هيسمعك انت وانت فوق الارض؟ قال وهو يرزقها كما ترى، فكيف لا يسمع صوتك وأنت فوق الأرض؟ وروي أن داود قال يوما يا رب أريد أن أشكرك شكرا لم يشكرك أحد به قبلي. فقال الله يا داود، قال الله عز وجل له يا داود لو أعطيتك بكل شعرة في جسدك لسانا فلن تستطيع أن تشكرك. يقول أنا عايز أشكرك شكر عمر ما حد شكرك زي كده قبل كده. قال له لا، ده أنا لو كل شعرة ليك أعطيت لها لسان لن تشكرك، يعني مش هتوفي النعم اللي ربنا أنعم عليك بيها لشكر الله عز وجل. ولكن قل الحمد لله. يعني شوف ربنا بسط علينا خالص. ده إن الواحد فينا لو كل شعر لها لسان وبتشكر الله عز وجل احنا مش هنوفي الله عز وجل النعم بتاعته. فربنا بسط علينا قال لك قول الحمد لله بس، يعني حاجه بسيطه خالص. فقال ولكن قل الحمد لله، فإذا قلت الحمد لله فقد شكرتني. وقد قال الله لداود ولأهله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أي اعملوا شكرا على ما أنعم الله به عليكم في الدين والدنيا. فالصلاة شكر والصيام شكر، واجتماعنا هنا في الاعتكاف ده شكر لله عز وجل. كل الأعمال الصالحة وكل عمل تعمله لله عز وجل شكر، وأفضل الشكر الحمد، أي أن تحمد الله عز وجل. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني بيقوم لليل عز وجل. سيدنا داود من أوائل الناس اللي كانوا يقيمون الليل، وبيقول لك أحب قيام الليل هو قيام داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ولا يفر إذا راق. بيصوم يوم ويفطر يوم، ماشي هو كده على طول، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم. في رواية إنه كان بيصوم يوم ويفطر يومين. الرواية دي بتقول لك إنه كان بيصوم يوم ويفطر يوم.
وكان لا يفر إذا ذهب في سبيل الله، ما يفرش مهما كان، ما يعطيش له للعدو أبدا، دايما يقاتل إلى أن ينصره الله عز وجل. اللهم اجعلنا من عبادك الحامدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا دائما من عبادك الحامدين يا رب العالمين. اللهم إنا لم نوفي شكرك على نعمك، فاكتبنا من الحامدين وأعنا على حمدك يا رب العالمين. واغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا إخوة متحابين في بيتك، فاجمعنا إخوة متحابين في جنتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا إخوة متحابين في جنتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا إخوة متحابين في جنتك يا رب العالمين. وذكرنا بهذه الأيام في الجنة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا بهذه الأيام في الجنة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا بهذه الأيام في الجنة يا رب العالمين. اجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأنفسنا ولا للشيطان ولا لأحد فيه غيرك شيئا يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اهدنا من عندك، اللهم اهدنا من عندك، اللهم اهدنا من عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته سالما يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، وارضى عن آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم ارضى عن زوجاتنا وعن أبنائنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم ارضى عن إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين، وعن أبنائهم وأحبابهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل المسلمين من لدن آدم إلى قيام الساعة يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل المسلمين من لدن آدم إلى قيام الساعة يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل المسلمين من لدن آدم إلى قيام الساعة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم اجعل أفضل أعمالنا خواتمها يا رب العالمين، واجعل أفضل أيامنا يوم أن نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم أعد علينا هذه الأيام الكريمة المباركة وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات. اغفر لنا في هذا الشهر الكريم، لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعمل متقبل يا رب العالمين. وصل يا ربنا على نبينا محمد.